الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، أرحب بكم في مدرسة رمضان، هذه المدرسة اللي كنتعلموا فيها دروس إيمانية وفضائل وأخلاق كريمة، كنربيو نفوسنا على التقوى والإخلاص والصدق والأمانة والصبر. الصيام في رمضان تذكرنا بأمور كنا غافلين عليها في بقية الشهور. رمضان تيفيقنا من الغفلة وتيعاوننا على استدراك ما فاتنا وتصحيح أخطائنا، وتعطينا دروس عظيمة. من هذه الدروس درس الصبر. الصبر ذلك الخلق الذي اتصف به الأنبياء والرسل والصالحين، الخلق اللي ما كيتحلاش به أي واحد، ولكن من كان إيمانه قويا وغايته رضا الله والجنة. أحبتي الكرام، الصبر والصيام كتربطهم واحد العلاقة وطيدة، خاصة في هذا الشهر الكريم. كلنا كنعرفوا النفس بطبيعتها كتميل إلى الشهوات، والصيام فيه امتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، والمؤمن في هذه الحالة يقهر نفسه ويكبح شهواته ويواجه ميولات نفسه، فإذا تغلب عليها فقد أفلح ونجح، وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات الصيام. ما نساوش أن الله عز وجل خلق الإنسان وكلفه بالعبادة وابتلاه في هذه الحياة، فقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وخلق سبحانه وتعالى الجنة والنار، وجعل الخير موصلا لجنته ورضاه وحفها بالمكاره، وجعل الشر موصلا لعقابه وعذابه وحف ذلك بالشهوات. وترك الشر أحبتي الكرام يحتاج إلى الصبر، وفعل الخير أيضا يحتاج إلى الصبر، فيصبر المؤمن على ترك المعاصي، ويصبر على فعل الطاعات، ويصبر أيضا على المصائب والشدائد التي تكرهها النفوس وتخافها، فطاعة الله عز وجل والامتثال لأوامره بأداء الصلاة وإخراج الزكاة وصوم رمضان والقيام بسائر العبادات والطاعات والقربات مما تنفر النفس منه وينتابها الكسل والعجز والبخل، وقد تضعف أمام الشهوات. كل ذلك يحتاج من المؤمن قوة العزيمة والإرادة والصبر، خاصة في شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، شهر الجود والعطاء، شهر مغالبة النفس للإكثار من الطاعات والقربات. ولا شك أحبتي الكرام أن الابتعاد عن المعاصي مما تميل إليه النفس وتهواه، وترك الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء والسخرية والتنابز بالألقاب والحرص على متاع الدنيا يحتاج إلى إرغام النفس وحبسها بترك الشهوات المحرمة والمكروهة امتثالا لأمر خالقها. ما نساوش أن الإنسان أيضا مبتلى في هذه الحياة، مبتلى بمرض، بفقد حبيب، بفقر، بعقم، بما يقدره الله تعالى عليه من أقدار لا يعلمها إلا هو سبحانه. والنفس البشرية بطبعها تميل إلى الجزع والتذمر والتسخط والشكوى، وهذا يحتاج من المؤمن القوي الصبر والقناعة والرضا بما قسم الله تعالى. ولنعلم أحبتي الكرام أن ما أصابنا ما كان ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، فأمر المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كله خير وليس ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولنتذكر ما أعده الله تعالى للمؤمن الصابر الشاكر من أجر مضاعف بغير حساب، في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إلى لقاء قريب،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.